محجز 4 أيام على ذمة التحقيق. يا خراشي، هتحجزوني، هيجرجروني على اللمان. فوتي قدامي يا سعادة الباه الوكيل، العمدة حطتني في دماغه مش عارفة ليه. أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ببيع خضار. انتوا بتقفشوا اللي بيبيع خضار دلوقتي؟ خضار ايه؟ دي حالة تسمم، اسحبها يا عسكري. قدامي، وادعي من قلبك ان المجد عليه ما يموتش. يا لهوي بالي، كان مستخبي لك ده كله فين يا زهي؟ ما يموتش يا رب، ما يموتش. تعالوا يا ولاد تعالوا. خير يا بابا. عندي ليكوا خبر حلو قوي. خير يا بابا. هنتنقل في شقة واسعة يا بابا. واسعة قوي يا ولا، وفيها بلكونة كبيرة كمان. والجيلي؟ الجيلي يا ولا، الجيلي اتمدن بقى. الجيلي ده موجود معانا في كل حتة هنروحها. الله، شكلكم نضيف قوي. يلا يلا بقى على المذاكرة يلا. زاهي يا حسنين. ايوه يا شاويش، الراجل مات. تعالي لاستكمال التحقيق. خير يا شاويش، طمني. بعتوا جابوا العمدة والدنيا مقلوبة. مقلوبة على دماغ مين؟ اطمني، مش على دماغك. يسترها معك يا شاويش دنيا واخري. المتهمة المطلوبة يا فندم. تعالي يا زاهية، احنا قررنا الإفراج عنك من سرايا النيابة مباشرة. نعم يا سعادة الباه. هتطلعي. هطلع على بيتنا؟ أيوة، اتضح إن مالكيش دعوة باللي حصل. الراجل اللي جاله تسمم بعد ما فاق من غيبوبة التسمم بسؤاله وضح لنا إن التسمم جاله من أكلة كسكسي. طب وانا مالي؟ انا ملاني. العمدة قدمك على إنك السبب. أنا يا بيه معذور، أنا ما كنتش عارف. واحد جاله تسمم وفي غيبوبة ومش عارفين من إيه، والحرمة دي فاتحة عربية خضار جديد وبيقولوا الطماطم بتاعتها وخضارها معفنين وحمضانين ومشمومين. قلت تبقى هي ما فيش غيرها. كده هو مرة واحدة يا عمدتني، كده هو. ده انت كنت متذللة ومش قادرة تنطقي، دلوقتي صوتك ارتفع تاني. ده هيرتفع ونص وهيوصل للسما السبعة يا عمدي. جريمة حصل، مش لازم ادور لها على فاعل. امال عمدة ايه؟ اوانطه. وعشان ما تطلعش عمدة اوانطه تلفق التهم لخلق الله البرقة. احترمي نفسك يا بنت. احترم نفسي؟ طب لو كان الراجل المسموم بتاعك ده ما فاقش، كان زمان رقبت انا على حبل المشنقة. برضه احترمي نفسك يا بنت. أنا ليا حق بقى كبير قوي معاك يا عمدي، هاخد حقي منك يا عمدي. عاجبك كده يا سعادة البيه الوكيل؟ خلاص يا عمدة، خلاص يا ست زاهية، اعتبري الموضوع خلص. وتنشيف دمي يا بيه. تعالي بصومي هنا وامشي. أنا بعرف أمضي يا بيه، مضيت على المحضر اللي قبل كده. على كل حال الحمد لله على السلامة يا بنتي. كانوا هيضيعوني أونطة يابا. معلش، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان يا بنتي. لا، ده مش أخيه الإنسان، ده عمدة الإنسان. الورقة دي جاتلك يا زاهية وانت غايبة، الراجل ما لقاكيش سابلك الورقة دي. ورقة ايه دي يا اختي؟ وريني كده. ده من الحاج رشوان صاحب العربية، معلم الخضار، طبعا بيسأل على حاجته. افتحي يا سرية، يسترها معاكي، مش قادرة أقوم. حاضر يا أختي. سلام عليكم. علمنا ان زاهية وصل. ايوه جت. وصلت يا اخويا، وصلت. الحاج رشوان بعتني قبل كده وقال لي روح لها تاني. حاضر، أنا حاجي. يقول له انك تعبانة يا زاهية؟ لا يا اختي، هروح له، الراجل لازم يطمن على ماله. والحال؟ الحل بإيد ربنا، واللي تقول عليه ماشي يا حاج. أنا عايز العربية وعايز حق الخضار. الخضار ده هوسوه، والعربية والميزان خدوهم حرزوهم. وهتعملي ايه يعني؟ ده مال ناس، كل واحد عايز حقه. أنا ماليش ذنب يا حاج. وانا كمان ماليش ذنب. العفو والسماح بقى يا حاج. العفو والسماح في اموال الناس؟ انت واخده الحكايه فلاحيني، دي تجاره، مال مش سايب. ما هو أنا يا حاج كنت انا مأمن نفسي ومعايا وصولات الامانه وعايز حقي. طب ما أنا هقول لك على حاجة. نعم. أنت حضرتك إن شاء الله تديني خضار تاني أشتغل واسد. ليه؟ هو انا مجنون يا زاهي بعد اللي حصل لي منك؟ ما هو اللي حصل ده مش هيحصل تاني. انا عايز فلوسي يا زاهية. طب هجيبهم لك منين؟ دي الإيد قصيرة ومش طايلة، وانت سيد العارفين يا حاج. يا بنت الحلال، كل واحد عايز حقه، وإما جاليش حقي بالذوق هتصرف وحش بالوصلات اللي معايا. ماشي؟ مالك؟ هم الدنيا على دماغي. الدنيا يا زاهية على دي ودي. على قولك.
بس لو كان ابويا علمني كان زماني مقتتة من علامي. عشان كده لو ما عدليش غير حلة هبيع الحلة واتعلم يا سيدنا. رزقكم في السماء. ونعم بالله. قول يا سيدنا قول. أنا هحفظك آيات من الذكر الحكيم، وده هيقوي لك إيمانك، بالإضافة إنه هيحسن لك لغتك. ماشي. على فكرة أنا ملاحظ تقدم كبير. أنت يا زاهية مخك عال، بس ظروفك مش تمام. ومش يأسة، مش عارفة مش يأسة ليه. قول يا سيدنا قول. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ افتحي. مين؟ أنا شيخ الغفر، افتحي يا زاهية. عايز ايه يا شيخ الغفر؟ مين تاني تسمم؟ لا مفيش حد اتسمم، بس في 2 اتسرقوا. هي حصلت؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ده انا هروح فيكوا في 60 داهية. ما تبطلي القوة اللي انت فيها دي، القوة دي مش في مصلحتك. جاي تقول لي سرقت وعايزني اقول لك في عرضك؟ ده انا اشرف من الشرف. انجري قدامي للعمدة، انجري. منك لله يا عمدة، حيرتني ال7 حيرات. سلام عليكم، متجمعين عند النبي. وعليكم السلام. تعال يا زاهية. خير يا عمدة؟ هيجي منين الخير؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. الناس بتعمل بلوة واحدة وانت بتعملي بلوتين. انت حاطط نقرك من نقري ليه يا عمدة؟ عيب احترمي نفسك. اني العمدة هحط نقر من نقر واحدة زيك؟ مالي يا عمدة؟ نخش في الموضوع. المرة دي ادي الجمل وادي الجمال، ادي الجريمة وادي اللي عملها. الحاج رشوان ده تعرفيه ولا لا؟ عز المعرفة. خدت منه 500 جنيه ومائة اخرى ولا لا؟ مش بالظبط كده يا عمدة. الوصولات دي وصولاتك ولا مزورينها؟ وصولاتي يا عمدة، بس انتوا السبب. خلينا خطوة خطوة. خطوة خطوة ايه؟ مش انتوا اللي عجزتوني عن الدفع، ومش انتوا اللي دهوستولي الخضار، ومش انتوا اللي حرستوا العربية والميزان. الكلام ده ما منوش فايدة يا زاهية، خليكي في موضوع الوصولات والفلوس. ما هو ده لازق في ده. طب اجيب منين؟ اسرق؟ ما انت سرقتي وانت لسه ما سرقتيش. ابي يا حضرة العمدة. ثم انت مش خدت من مغاوري وبهانة 40 جنيه بطريقة النصب والاحتيال؟ الجمعية نصب واحتيال يا عمدة؟ لما ما تدفعيش الالتزام اللي عليكي يبقى نصب واحتيال، لانك مبيتة النية انك تاخدي وما تديش، وما دام مبيتة النية تبقي نصابة. يا عمدة انت بتحفر لي. اهالي من العزبة وبيطلبوا حقهم، اعمل انا ايه؟ عندك حق يا عمدة، قدام الناس كلها انت مش غلطان. انا الغلطانة وانا النصابة وانا الحرامية واللي بتاكل سحت. بقول ايه يا رجال؟ بقول ايه؟ تقدروا تستحملوها شوية؟ لا يا عمدة. اعمل انا ايه بقى؟ خلاص علقني على حبل المشنقة طولي يا عمدة عشان تستريح مني. الكلام ده كله ما منوش فايدة، العمدة صح. العمدة راجل مظبوط. العمدة تمام. العمدة بيجيب لنا حقوقنا. خلاص اعملوا اللي تعملوه، اعملوا اللي تعملوه. مادام العمدة مظبوط ومادام العمدة تمام ومادام بيجيب الحقوق يبقى جزامكم فوق راسي.